بيبتدي فيلمنا في غابات الأمازون في قبيلة كاندامو، وبنشوف إمبو بطلة فيلمنا اللي ماشية في الغابات لوحدها وعايزة تصطاد أي حاجة عشان تثبت لنفسها إنها جامدة، وتستخبى بين الأشجار وتستنى تشوف أي حركة عشان تطلع القوس والسهم بتوعها. مش بتعرف تضرب بيهم وبيقع السهم منها وبتقع في الفخ اللي كانت عملته وبتتعلق في رجليها في الشجرة. وبيجي طاووس ياخد الطعم ويقول لها كتر خيرك والله يا ريت الناس كلها أغبياء زيك، ويفضل يرقص قدامها وهي مش عارفة تتحرك من مكانها. وبنروح بعدها لزعيم القبيلة اللي ماشي مع بنته زومي وبيقول لها بصي يا بنتي أنا خلاص عجزت ومش قادرة أحكم المملكة تاني عشان خلاص كفاية كده عليا. وبيقرر إنه يخليها هي اللي هتحكم بعده، وبيكون سبب ضعفه هي اللعنة اللي حلت على الغابات كلها واللي قتلت السمك وحيوانات كتير. وبيقول لبنته أكبر عدو ليك هي اللعنة اللي عملتها الأرواح الشريرة، لو قدرتي تخلصي منها تبقى انت تمام. وبتوصل كوني وبتقول لها زومي ايه رايك في الكلام ده؟ انا مش عايزه اصلا ابقى زعيمه عشان انا لسه صغيره، فايه رايك امبو تمسك الحكم معايا؟ فبتقول لها كوني احنا مش جايين نهزر، هي مش جمعيه، هي عشان نجيب 2 صحاب يدوروا تلعنا وحوش وكلام كبير. وتقول لها انا كمان بحب امبو عادي بس الموضوع كله قدرات، بس مش هتقدر تمسك الحكم. نرجع تاني لامبو اللي مش حد راضي يعطف عليها وينزلها من عندها. بيعدي اتوك المحارب الشجاع اللي في المملكه وبيقول لها ايه ده، مش انت عامله نفسك صياده؟ ايه رايك اساعدك واسيب لك الخنجر بتاعي عشان تفك نفسك بيه؟ فبيسيبه بعيد عنها عشان ما تعرفش توصله بسهوله وهي متعلقه. بيكون مقتنع ان هي سبب اللعنه اللي حلت على الغابات، فبيقول لها مش خساره في طيبه قلبك وبيسيبها وبيمشي. بعدها بيطلع عليها حيوانات شكلها غريب، ولما بتقول لهم انتوا مين بيقول لها احنا ديلو وفاك وجايين هنا عشان نساعدك تحلي قصه اللعنه دي. فبتقول لهم هنحلها ازاي يعني؟ دي المملكه كلها طالع هنا ومحدش عارف يحلها. فبيقول لها احنا مش زي اي حد في المملكه، احنا الاتنين مرشدين ارواح، ما يغركيش بمنظرنا المهزأ ده احنا جامدين قوي. فبينزلوها من على الشجره وبيقولوا لها ايه رايك النهارده يوم المراسم بتاع زومي، انت هتروحي تمسكي معاهم الحكم، احنا هنساعدك تخلصي الغابه من الارواح الشريره، الناس تحبك، وده عن طريق جذوع تحت الغابه ودي محدش يقدر يوصلها غير السلحفه. فبتقتنع امبو بالفكره وبتقول لهم يلا طيب بسرعه بس سيبونا ندخل الاول، بعد كده هنادي عليكم عشان تدخلوا بعدي. وبتروح امبو عشان تحضر المراسم وبتلاقي زومي اللي كانت زعلانه ان كانت صاحبتها ما راحتش، فبتنبسط اما بتشوفها. وبتقف امبو وبتقول للناس كلهم انا خلاص لقيت الحل اللي هيخلصنا من كل الصداع واللعنه اللي احنا فيها دي، لقيت مرشدين الارواح وهتشوفوهم دلوقتي. فبتنادي على ليلو فاك، فبيفضل الاتنين واقفين وشايفين الارض بتشق قدامهم، فبيعرفوا ان دي وحوش الاعماق ومش بيرضوا يدخلوا. وبيفضل كل اللي واقفين يضحكوا على امبو وبيقولها انت عايزه تشاركي ميزي وخلاص وشكلك كده غيرانه منها. فبتروح بعد الحفله امبو عشان تعتذر لميزي بعد ما بوظت المراسم وبتكون زعلانه منها وبتقولها انا مش عايزه اتكلم معاكي. فبتطلع امبو وبتقعد تعيط لوحدها. فبتوصل كوني وتقول لها انا مصدقاكي، انا عارفه ان انت شفتي مرشدين ارواح عشان مامتك كانت هي كده برضو وانا هحكي لك عنها. مامتك كانت واحده من اجمد المحاربات الموجودين هنا، غير انها كانت بتعرف تتواصل مع الارواح وتكلمهم، وكانت وصيتها ان لو المرشدين ظهروا لك في اي وقت هحكي لك قصتك على طول، فبس مش دلوقتي عشان الوقت اتاخر. فبتنام وبتسيبها كوني وتروح اوضتها. بنشوف تعابين طالعه من الضلمه وبتروح على كوني عشان تقتلها وهي نايمه، ولما بتصحى امبو ما تكونش عارفه اللي حصل وبتجري تصحي زومي وبتقولها مش انت مش مصدقه قصتي عن مرشدين الارواح؟ تعالي شوفي كوني هتقول ايه. لما بيدخلوا هما الاتنين عليها القطه بيلاقاها ميته، وبيدخل اتوك لما بيسمع الصوت، واول ما بيشوف امبو واقفه بيقول لها كل ده بسببك، انت اللي جبت اللعنه لحد هنا عشان تجري امبو. وهي خايفه وبتقول له ميزي انت حاطاها في دماغك ليه؟ مش كل حاجه تحصل هتقول لها انت السبب، كده غلط، وبعدين انا دلوقتي الملكه ولازم تسمع كلامي. فبيقول لها انت ملكه على نفسك، انا هروح ادور على ميزي واعملي حسابك ان لما الاقيها هقتلها. فبتروح ميزي جري على باباها وبتقول له اديني بقى من خبرتك، انا دلوقتي اديت لقيتك امه مباشر بس كسر وعايز يقتل امبو. فبيقولها خدي معاكي 2 حراس واحمي صاحبتك منه لانه لو مسكها هيقتلها. بنروح لامبو اللي بتعيط للشجر وتقول لها المفروض انا كنت اعرف ايه اللي حصل لماما، بس الشخص الوحيد اللي كان يعرف مات امبارح والناس كانت بتقول انها بسببي. وبعدها بتشوف سلحفة صغيرة شكلها كيوت فبتقول بس كده دي علامة، وبتتشجع وبتقرر انها تروح تدور على السلحفة النوتيلا اللي المفروض هتنقذ المملكة. وفي الطريق بتلاقي زرع قدامها فبتقرر تاخد منه عشان تاكل، وبيطلع عليها خفافيش كتير وبيقولها مفيش الكلام ده واللي انت عايزاه ده اكلنا، وبيشدوها وبيفضلوا طايرين بيها. وبيوصل ديلو وفاكا عشان ينقذوها من الخفافيش وبتقولهم بعدها تكوني ماتت وانا مش عارفه اعمل ايه من غيرها، بس احنا لازم نلاقي السلحفه. وبيمشوا ال3 في نص الغابه لحد ما تشوف امبو دخان طالع من ورا الشجره، بس بيقولها فاكو دي
مش لازم نروح هناك. فبتصمم امبو تروح هناك وتقف على شجرة عالية وتشوف ناس شغالين عمالين يهدوا حاجة، وبتشوف واحد واقف وعينه حمرا وبيحاول يتحكم فيها، وبيطلع تعابين شكل نفس التعبان اللي قتل كونه. وقبل ما يتحكم الراجل في عقلها بتوصل حيوانات الأرواح وتقع بقى في المية، وهناك بتوقف التعابين مطاردتهم وبتمشي. وبتعرف امبو ان نقطة ضعفهم هي المية، فبيقولها ديلو ايه رأيك بقى نرش عليهم مية المرة الجاية وممكن نهزمهم. فبتقوله لا، اكيد في حاجة تانية في المية، بس لازم افهم كل حاجة. وفي الوقت ده بيشوف اتوك اثار الاسهم بتاعتها، فبيعرف هي بتتحرك ازاي ويفضل ماشي وراها وينط في المية عشان يمسكها. وبيربطها اتوك في شجرة وبيقول لها انا عارف كل حاجة عنك، امك كانت اجمل صيادة هنا وانا حبيتها، بس هي سابتني عشان واحد توت ومش عايزة اجيب سيرته. فبيحاول اتوك ان هو يضربها، فبتتهز بيهم الشجرة وبيقعوا الاتنين، بس تقع امبو في النهر الكبير وبتشوف فيه السلحفة الصغيرة اللي بتاخدها وبتفضل ماشية قدامها وبتمشي وراها امبو. بتوصل امبو لاخر الطريق وبتفضل واقفة مكانها من غير ما تتحرك، ومرة واحدة بتطلع السلحفة العملاقة من بين الصخور وبتقول لها ايه ده، انا اترعبت من المنظر. بتقول لها انا عارف مامتك والمفروض ان كوني تكون قالت لي كل حاجة. فبترد امبو بتقول لها ما قالتليش اي حاجة، وقولي لي انت لو تعرفي اي حاجة. فبتقول لها مديلة ان الشجرة اللي هي بتروح تشكيلها هماية كل يوم هي الشجرة اللي مامتها مدفونة تحتها، فبترتاح لما بتحكي معاها. وبتقول لها كمان ان الجذع اللي هيحرر الغابة من الارواح هو جذع الشجرة دي اللي مش هيتقطع الا بسكينة معينة موجودة في البركان. بس في مشكلة، البركان ده بيحميه حيوان عملاق ضخم، بس الحيوان ده بيحب الشجر. فبتروح امبو مع اصحابها عشان ياخدوا شجرة ويربطوها على عربية، ويفضلوا التلاتة يسحبوها على البركان بصعوبة لحد ما بيوصلوا على قمة البركان. وبيشوفهم الحارس عشان يقول لهم على فين كده، هو انا ايه شفاف، عايزين ايه من هنا. فبتقول لهم ان هما جايين بس عشان السكينة اللي لازم تتعمل من صخور البركان. فبيقول لهم الحارس انها في اخر البركان. فبتطلع امبو شجرة وبتقوله طب وكده. فبيقول لها يا خبر، مش تقولي من الاول، ده انا شايل هنا شوية صخور للناس الغالية. فبياخد صخرة كبيرة ويديها لإمبو، بتقول لا معلش اعمل لي منها سكينة، ده انا جايبة شجرة جامدة. فبيحط الصخرة بقه ويفضل يكسر فيها لحد ما يعمل منها سكينة، وبيقول لإمبو يلا بقى طريق السلام. وفي الوقت ده بتكون زومو مع الاتنين الحراس وبتدور على إمبو قبل ما يمسكها اتوك. وفي الطريق بتشوف اتوك قاعد مش بيدور على حد، وبنشوف الراجل اللي كانت إمبو شافته بيطلع تعابين من وراه. وبيقول اتوك لزومي انا اتعرفت على عالم اسمه توي اللي هيعمل علاج لكل الناس التعبانة هنا، ومش لازم ندور على حل اللعنة ولا حاجة. بتروح ميزة عشان تقابله وتقول له انا ملكة المملكة ولو عايز حاجة قول لي عليها وانا هعملها. فبيقول لها انا معايا دواء ومعايا منه كميات كبيرة. وبيفتح الشنطة وبيطلع منها عينة وبيقول لها انا سامع ان باباكي عيان وممكن اجرب العلاج ده عليه عشان تصدقيني. وبتقول له ميزي هتعمل كده يعني لله وللوطن؟ فبيرد عليها وبيقول لها لا طبعا، عايز احفر هنا واطلع الدهب، كلام فاضي يعني. فبتقابل ميزي صاحبتها امبو اللي هربت من على البركان وقبل ما ينفجر، وفهمتها كل حاجة وقالت لها تعالي معايا عشان نشوف الحاج ده هيعمل لنا ايه. فبتروح لباباها اللي بيشرب من العلاج وبيقولها بس كده، ده العلاج ده زي الفل، احنا بقى نديله كل الدهب الموجود وخلاص. فبيقولها اتوك طبعا، المهم الناس ترجع سليمة تاني. بس بتشك في امبو لما بتركز في عينه عشان هي بتعرف تكلم الارواح، بتشوف جواه روح شريرة وتحاول تحذر ميزي من الموضوع كله. بس بتقول لها ميزي احنا مش كل ما نبقى خلاص هنحل مشكلة تطلعي لي انتي وتخربي الدنيا، وشكلك كده لسه طمعانة في الحكم، والكام حيوان اللي انت ماشية معاهم دولي مجمدين قلبك عليا. وفي الوقت ده بيكون تويت متحول لوحش وعينه عمالة تطلع شرار، بس بيدخل عليه اتوك عشان يعرف ان هو روح شريرة، وقبل ما يضربه بيكون هرب من المكان. بعدها بيروح دويت لباباها عشان ياخد الذهب، بس مش بترضى ميزي وبيقول لهم تولد بقى انتوا الذوق مش نافع معاكم، وبيطلع من بقه دخان عشان يسيطر على الاتنين ويعرف يتحكم فيهم. في الوقت ده بيكون اتوك بيجري في الغابة وعايز يلاقي امبو اللي بتكون عند الشجرة اللي بتكلمها، ومعاه السكينة اللي معمول من حجر القمر. وما بيلاقيها اتوك بيقولها خلي بالك دويت طلع وحش وجواه روح شريرة وعايز يسيطر على عقول الناس عشان يسرق الذهب بتاعهم. وتقول له امبو انا عارفة كل ده بس ما فيش حد راضي يصدقني. فهي بتشتغل لوحدها لحد ما تنقذ القرية ومش عايزة مساعدة من حد. اوعى بقى كده من قدامي عشان اقطع جذع الشجرة. وطلع امبو السكينة اللي معاه وبتقطع بقى جذع الشجرة، فبتلاقي في روح عمالة تتكون لحد ما تلاقي دي مامتها وبتجري عليها امبو وبتاخدها بالحضن وبتقولها كبرتي
وبقيتي شجاعة وهتنقذي القرية كلها، بس اوعي تنسي انت مش لوحدك، انا كنت دايما بساعدك عن طريق مرشدين الارواح دول، وده اللي خلينا اتواصل معاهم واديهم السهم الوحيد اللي قادر يدمر الوحش ده. وفعلا بيطلع واحد من المرشدين الارواح السهم ويديه لمامتها، لما بتمسكه بيفضل ياخد من قوتها لحد ما تقول لهم كده خلاص بقى جاهز، احنا بقى نروح نشوف فين دويت ونخلص عليه. وبيكون دويت في الوقت ده واقف في نص البلد، واقف ورا ميزي، وسايبها تقول للناس انهم لازم يشربوا من الدواء بتاعه وان ده الحل الوحيد ليهم، مش قصة موضوع الذهب يعني، اهم حاجة صحتهم. توصل العمال اللي هيحفروا عشان يطلعوا الذهب من تحت ومعاهم الادوات، وكمان في حفارات عملاقة معاهم وعاملين دخان وراهم والدنيا خربان. لما بيوصلوا بتقولوا لازمي انا عارفاك كويس، وبتقولها لازمي انت عارفه ده مين؟ ده ابوك اللي انا سبت القرية كلها عشان اعيش معاه، وسبت التوك اللي كان بيكرش عليا وكان عايز يتجوزني، عشان كده كان بيكرهك. فبيقولها دويت انت بتقولي اي كلام، انا عالم جيولوجي وجاي هنا عشان الذهب، اي كلام تاني غير كده يبقى غلط. بس تفضل ليزي تقول لا انا عارفاك كويس. فبيتحول دويت لوحش وبيخطف ميزي على الحفار معاه وبيربطها فوق وبيقول لهم اللي هيقرب هقتل البنت دي، مش دي الملكه واللي كلامها بيسمع، انا بقى هقتلها ومحدش هيعرف ياخد مني حاجه. بس بتقول لازم الامبو انت تقدري تقتليه، بس هو سهم واحد يا يسيب يا يخيب. تفضل امبو متردده لحد ما بتلاقيش حل تاني، ولازم تقتل الوحش قبل ما يقتل صاحبتها ويدمر القرية كلها. وبتحط السهم اللي مامتها عملته وتفضل مركزة لحد ما تضربه، وهي فعلا بيجي في الوحش لحد ما يموت، وبتتدمر اللعنة اللي كان عاملها، وبتقع ميزة من على الحفار فبيلقطها اتوك اللي كان واقف تحت. وبعد ما يموت الوحش بيطلع منه ويل الحقيقي على هيئة روح برضه، وبياخد مراته بالحضن وبيقولها اوعي تنسي احنا هنفضل طول العمر نساعدك ومش هنسيبك ابدا. وبيرجع باباها ومعاه شجرة تاني عشان يسيبوها لوحدها، بس المرة دي وهي واثقة في نفسها ومش خايفة من حاجة. وبس كده بيخلص فيلمنا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد.